قدم استقالة فورا من شغلك وامشي ورا شغفك وامشي ورا هواياتك. شهادتك مش مهمة، المهم تشوف السوق عايز ايه. لو معاك لابتوب وبتتكلم انجليزي وفقير ومعاكش فلوس يبقى العيب فيك انت. لو بتشتغل في شركة ومديون يبقى المشكلة فيك انت. ده الكلام اللي بنسمعه دلوقتي من بتوع التنمية البشرية وتنمية الذات واكتشف نفسك والحاجات الجميلة اللي طالعة علينا من كل حتة دي. الناس دول أنا بحب أسميهم النصابين بتوع الزمن الجديد. دول النصابين والأونطجية بتوع زمان، بس بشكل شيك وبدل شيك وعربيات شيك وكلام ده كله. أنا هعلمك إزاي تعمل $1,000,000 خلال 3 ساعات. أنا هوصلك للمجد. أنا هخليك صاحب أكبر شركة في العالم. في مثل عندنا في مصر يقولك كان الكذا نفع نفسه، يعني الكذا دي شتيمة يعني. في مثل بالانجليزي يقولك those who can't do teach، يعني اللي ما بيعرفش يعمل حاجة بيدرسها. وانا شايف ان الناس دي بينطبق عليهم الكلام ده، يعني الا من رحم ربي. في كام واحد منهم ممكن نقول كويسين يا سيدي، واحد ناس بتفهم بجد او واخدين الدنيا، يعني واخدين الموضوع دراسة وفاهمين هم بيقولوا ايه. انما الغالبية العظمى منهم انا بحس ان الموضوع سبوبة، سرقة، نصابين، أونطجية. وطريقة الكلام بتاعتهم دي ما بتعملش اي حاجة غير انها بتحبط الناس، بتحبط الشباب، بتخلي عندهم حالة من عدم الرضا والسخط، بتخلي عندهم حتة عدم القناعة باللي ربنا بعته لهم. مش معنى كده ان انا مع ان البني ادم ما بقاش عنده طموح او يحط ايده تحت خد ويقعد يولول ويعيط ويقول اشمعنى انا واشمعنى مش عارف مين خالص. انما في بقى ماسورة جديدة فاتحة علينا دلوقتي اللي هي فكرة ريادة الاعمال او المشاريع الناشئة، او هتسمعوا بقى مصطلحات ستارت ابس، CEO CFO 3 حروف. انا VC Venture Capital مش عارف ايه، Incubator Accelerator Exits مش عارف ايه. كل الكلام الجميل اللي احنا بنسمعه دلوقتي ده يعني في مية البطيخ زي ما بيقولوا، والله العظيم ما بهرج. فكرة الشركات الناشئة او الستارت ابس في امريكا نفسها نسب النجاح في الشركات دي 5%. 95% من المشاريع الناشئة بتفشل. ليه؟ لأن 3/4 اللي بيعملوها مش فاهمين أي حاجة خالص، مش فاهمين المشروع بيمشي إزاي أو يبدأ إزاي. هو عنده فكرة مشروع مش عارف يطبقه. طيب قوم قدم استقالتك فوراً وامشي ورا شغفك أو امشي ورا أحلامك أو امشي ورا هوايتك. بأي أمارة؟ بأي أمارة؟ إيه العلم اللي عندك في الحاجة دي؟ تعرف إيه في المشروع اللي أنت عايز تعمله ده؟ طب لغاية يا سيدي طب نفترض مجازاً إن أنت هتعرف تفلح في المشروع ده. طيب لغاية ما المشروع ده يقف على رجله انت هتاكل وتشرب منين؟ ده الألعب من كده او المصيبة الاكتر من كده ان انت لو متجوز وعندك عيال الناس دي مسؤولة منك. انما عشان تمشي ورا واحد بتاع تنمية بشرية واخد كورس 2 ساعة اونلاين واخد شهادة رزاها في وشك، انا خريج معهد تخريم قلل ولا خريج معهد مش عارف ايه، ها؟ وكلها حاجات مش سيرتيفايد ولا حاجات اساسا موثقه ولا اساسا ليها شهاده اساسا يعني. وغير كده الراجل اللي انت ماشي وراه اللي هو ازاي هتبقى ازاي هتبقى مليونير، ازاي تفتح المشروع بتاعك، هو لو مليونير مش هيبقى عنده وقت للكلام ده. هو بياخد فلوسه من الكورسات اللي سعادتك بتدفعها دي. كيف تصبح مليونيرا في 24 ساعه؟ مفيش حاجه، ما كانش حد غلب. كيف تصبح مليونيرا بعد شرائك الكورس؟ تبقى راجل اهبل لو دفعت في الكورس ده. ها؟ شهادتك مش مهمة. والكلمة دي من أخطر الكلام اللي أنا بسمعه من الناس بتوع التنمية البشرية اللي طالعين دلوقتي دول، أو النصابين، هنجيبها من الآخر كده، النصابين اللي بيتكلموا بالطريقة دي. شهادتك مش مهمة. لا، شهادتك مهمة. شهادتك مهمة. عايز تبدأ مشروع؟ ما أنت لازم تبقى فاهم في المشروع اللي أنت تفتح فيه. نفترض مجازا واحد صاحي الصبح قال لك أنا هفتح مطعم. تعرف ايه على المطعم؟ مش معنى انك بتطبخ كويس انك هتفتح مطعم وهتنجح. ايه العلاقه؟ لا، ده في بقى شين سبلاي وفي مش عارف موردين وفي مش عارف ايه وفي مطابخ وفي سنترال كيتشن وفي عندك ديستريبيوشن وتوزيع وماركتنج واتش ار مش عارف ايه وفاينانس ما في ومحاسبين. ده فيلم كبير يا ريس. الموضوع مش فكره ان انا بطبخ وخلاص بس، وانك تاخد الريسك ده صعب جدا يعني. طيب انت دلوقتي بتشتغل في وظيفه ثابته وعايز تفتح مشروع، يا سيدي مشي الاتنين جنب بعض. لا يعني مشيها كده، يبقى في بنسميها حاجه اسمها ترانزيشنال فيز او مرحله انتقاليه. لما تحس ان الوظيفه الاساسيه بتاعتك بقت تعوقك عن مشروعك، يا سيدي بقى ساعتها سيب الوظيفه الاساسيه. انما ما تاخدش الريسك اللي هو يعني لازم يبقى كل المخاطر اللي بتاخدها دي بتبقى مخاطر محسوبه، اسمها كالكوليتد ريسك. لازم يبقى فيه مخاطر محسوبه. ما تاخدش الموضوع كده من دماغك. ما تسمعش كلام واحد اهبل موجود اونلاين طالع لك على السوشيال ميديا يقول لك حياتك اجمل، انت مديون. كلنا مديونين يا ريس، كلنا مديونين. وبرضه فكره ايه
استمرارية السعي تضمن الوصول. لا، مفيش الكلام ده خالص. لا، في حاجة اسمها توفيق من ربنا. انت لو هتشتغل شغلانة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ده ما يضمنلكش الوصول الا لو بتوفيق من ربنا. ممكن تبقى قاعد في بيتك كويس بتشتغل شغلانة بسيطة جدا وعندك رضا وقناعة، ربنا يكرمك يا سيدي اكتر مما تتخيل. مش كل الناس اللي انت شايفهم رجال اعمال وبتاعوا مليونيرات لما بييجوا يتكلموا على قصص كفاحهم هم بيقولك انا بدين من الصفر. بس خد بالك، الصفر بتاعهم غير الصفر بتاعنا. الصفر بتاع الناس دي مختلف تماما. في رجل اعمال انا بحترمه جدا وبكن ليه كل الاحترام، كان طالع في برنامج من البرامج بيتكلم على بدايته، فبيقول لك ايه؟ يقول لك انا ابويا ما كانش بيصرف عليا لما كنت بدرس في سويسرا. نعم يا باشا، انت الصفر بتاعك انت بتدرس في سويسرا، هو ده الصفر بتاعك؟ طب ما تيجي تدرس هنا معانا هنا وتشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. ما هي دي النقطة برضو، القناعة بتاعتهم مختلفة. يقولك الحمد لله أنا يعني حد برضو من رجال الأعمال التانيين، هو قريب الأولاني على فكرة يعني، كان بيتكلم يقولك إيه؟ يقولك أنا والدي كان إنسان قنوع جدا، يعني الله يرحمه، يعني كان من رجال الأعمال التقال فعلا يعني. يقولك أنا والدي كان إنسان قنوع جدا، كانش راضي يشتري طيارة، ولما كان بيروح أي سفرية كان بياخد الطيارة بتاعتي أنا أو أخويا. طيارة يعني أنا ماشي أوكي. فانا عايز اقول لكم بس مش كل الناس اللي انتوا شايفينهم دول يعني بتوع شركات الاستثمار او شركات التمويل العقاري او الكلام ده كله، الناس دي مكمله البيزنس بتاع اهاليها، يعني اهاليهم هم عملوا الفرشه وهم بيكملوا. فلما يجي يقولك اصل انا ابتديت من الصفر، ما انت الصفر بتاعك يا ريس مختلف تماما عن الصفر بتاعنا، مختلف تماما. ده لا يقلل من المجهود الرهيب اللي هم عملوه، لا، كل واحد من دول فعلا تعب في المجهود والكلام ده كله، بس ما ينفعش تقارن نفسك بيه. ما ينفعش توصل لي الحته ان احنا زي بعض واحنا بادئين من الصفر زي بعض. لا يا عم، ما فيش الكلام ده خالص يعني. كل الكلام اللي انتوا بتعملوه ده بيوصل الشباب لحاله من السخط، بيوصلهم لحاله من شعور بالضيق، ان هو حاسس ان هو مقصر في حاجه. بالاضافه يا ريتك مثلا بتقول الكلام ده وتسكت، لا ده انت بتديله بقى نصايح زي الزفت، اللي هو قدم استقالتك. طب ومراته وولاده مين اللي هيصرف عليهم؟ انت اللي هتصرف عليهم؟ طب لو يعني واحد الحمد لله بيجي على اخر الشهر بيصرف معهوش فلوس بس مش مديون، طب دخل في مشروع وفشل، يبقى مفيش مشروع وخسر وظيفة وخارج مديون. اتعب دلوقتي وهترتاح بعدين. من جد وجد ومن زرع حصد، من سار على الدرب وصل، من طلب العلا سهر الليالي. يا جماعة الكلام ده كله احنا متربيين عليه كلام في البتنجان يعني. هم الناس دي هم دول بقى الأونطاجية بتوع اليومين دول، اللي هم بقى ايه؟ تنمية البشرية، موتيفيشنال سبيكر اللي هو محفز بالكلام. طبعا في مجموعه من الناس الموتيفيشنال بتوع الموتيفيشن وبتوع التنميه البشريه والكلام الجميل البتنجان ده، طبعا هم عايشين على الكورسات اللي انت ساعتك بتدفع ثمنهم. ففي واحده زميله دكتوره طبيبه زميله يعني، فخدت كورس، فكانت بتقول فيه ايه، فخدت كورس دفعت فيه تقريبا مش عارف 6000 ولا 7000 جنيه. فقلت لها يا دكتوره فلانه انت خدتي الكورس ده ليه؟ قالت لي انا واخداه للانجر مانجمنت. المصيبه السوداء ان الدكتوره دي دارسه سايكولوجي ودارسه علم نفس ودارسه الكلام ده كله، بس عشان السوشيال ميديا والماركتنج بتاع الباشا ده كان قوي، فهي قالت لعل وعسى. قلت لها طب خلاص خدتي ايه في الكورس ده؟ قالت لي انا اتعلمت فيه حاجات حلوه قوي. قلت لها ممكن اعرف اتعلمتي ايه؟ قالت لي طب. قلت لها طب انا غضبان دلوقتي اعمل ايه؟ قالت لي انا عايزاك تتخيل نفسك موزه وقشرها. اقسم بالله زي ما بقول لكم كده والله العظيم، دفعت فلوس في الهلس والهبل ده. تخيلي نفسك موزه وقشرها. في واحد تاني كان خد كورس برضو من الحاجات دي برضو، فبيقول لك ايه؟ تخيل الغضب لون ازرق وبيقع ما بين صوابعك، يلا انطر الغضب ده انا اللي هنطر، مش عايز اقول يعني ماشي. في بقى دول نصابين والله يعني. غير بقى الناس اللي طالعه بقى بتقول لك انت كان في حد انت قويه، انت حلوه، انت جميل. ايه دي. لا وغير كده احنا بنتكلم برضو ايه، لو انت حاسس ان انت غضبان تعالى خد كورس عندي، لو حاسس انك مكتئب تعالى عندي. لا دي مصيبه سودة سعادتك، دي مصيبه سودة. ما ينفعش تحس ان انت مثلا مكتئب او عندك غضب او عندك اي حاجه تروح للناس دي. لازم تروح لدكتور متخصص. ليه؟ لان في بعض الامراض العضويه ليها تاثيرات نفسيه، امراض عصبيه مثلا زي التاكسي او باركنسونيزم او شلل الرعاش او الحاجات دي كلها، بيبقى لها يعني بيبقى من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتها بيبقى في تغيير في الشخصيه نفسها.
يا جماعه في بعض الامراض العصبيه بيحصل فيها تغيرات في الشخصيه نفسها. يعني مش لازم يبقى سبب الاكتئاب اللي هو فكره الحزن او الزعل، لا، في اجزاء طبيه لازم دكتور اللي يشوفك. يعني في مثلا واحد مثلا يجي له ممكن يحصل له حاجه اسمها تي اي او ترانزيت اسكيميك اتاك، او جلطه، يحصل له جلطه اتاك، او اللي هي فكره الجلطه اللي بتخبط وتفك تاني على طول. وممكن يحصل له جلطه، مش معنى ان جاله جلطه في المخ انه هيجي له شلل نصفي او شلل رباعي او ايا كان نوع الشلل، لا، ممكن يجي له الجلطه دي في جزء اللي هو المسؤول عن الادراك، او الجزء المسؤول عن الشخصيه بتاعت البني ادم. تلاقي بني ادم بقى اجريسيف جدا، او بني ادم بقى اتغير، او سلوكه اتغير تماما نتيجه ان في جلطه في الدماغ جات له، جلطه صغيره. مش لازم يبقى سبب الاكتئاب ان هو زعلان او في ضغوط حياتيه بس. فانت لو رحت لواحد من دول انت بتودي نفسك في داهيه. لازم تبقى عارف انت رايح لمين. مش اي حد يطلع على السوشيال ميديا وعلى اونلاين ويو ار سترونج شاهندة نمشي وراه. انت قوية، انت تقدر، انت اقوى من المستحيل، انت الجو بقى الضيق ده انا ماليش فيه خالص بصراحة. دول شوية افاقين وانطجية. تمام. طيب قررت انك تروح لحاجة زي كده، روح لدكتور نفسي الاول، روح لدكتور بشري الاول، وهو يدي لك التحويل للناس دي لو انت عايز تروح. يعني ده بالنسبه للجزء اللي هو المتخصص اللي هم بتوع التنميه البشريه والسبيكرز والكلام ده كله يعني. طيب بتوع البيزنس بقى، بتوع رياده الاعمال والبيزنس ديفلوبرز والحاجات الجميله الحلوه دي، الناس دي يا جماعه كورسات الاونلاين الكلام ده كله مفيش خلطه هتخليك مليونير، مفيش وصفه سحريه، مفيش كورس هتاخده في الدنيا هيقولك ازاي تبقى مليونير. طيب الناس بتوع شهادتك مش مهمه، لا يا حبيبي، شهادتك مهمه قوي، شهادتك مهمه قوي 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 بجد والله. حتى كمان لو عايز تعمل البيزنس الخاص بيك لازم تدرس بيزنس، لازم تدرس إدارة أعمال، تفهم إزاي الدنيا ماشية إزاي. طب نفترض إن أنت عندك البيزنس بتاعك كنت راجح فيه، تمام، أنت بالدراسة ممكن تبقى أفضل وأحسن 1000 مرة كمان. يعني مش معنى كده ان الدراسه هتعطلك انها فكره انك تصدر ان شهادتك الجامعيه ولا شهادتك او تعليمك ده اللي فيه مشكله. لا، ده انت اللي عندك مشكله يا ريس، انت اللي عندك مشكله. فكرة انك قدرت تضحك على الناس وتجيب تضحك على شوية طلبة جامعة وتاخد كورسات وبتاع، انت بتخلي الطالب من دول يخرج من عندك ما يكملش دراسة وما يكملش تعليمه، ولو فشل ذنبه في رقبتك انت. معاك لابتوب ومعاك لغة ولسه فقير، يبقى المشكلة فيك انت. انا معايا 2 لابتوب والحمد لله، يعني الحسابات في البنك بالاحمر. شغال في مستشفى الصبح، وشغال في عياده بعد الظهر، واشتغلت في الديجيتال ماركتنج، واشتغلت في التصوير، اشتغلت في كل الكلام ده. بس هو سبحان الله توفيق ربنا، الحمد لله الواحد بصحته، والحمد لله الواحد بيسعى في كل المجالات والله. يعني انا مش سايب مجال الا ما بشتغل فيه وبجرب فيه، مفيش مشكله، بس كل مجال من دول بدخله بحاول اتعلمه. يعني انا كنت بحب التصوير مثلا في الاول، تمام، ابتديت اخد كورسات في التصوير، ابتديت اتعلم التصوير عشان اخد الموضوع على اسس علميه. انما ابدا بقى كده من دماغي واقول لا انا كده بصور خلاص انا كده بقيت 100، لا مفيش كلام، الدنيا ما بتمشيش كده. بحب الماركتنج او التسويق الالكتروني او الكلام ده كله، خدت كورسات تبع وزاره الاتصالات هنا، اخدت كورسات وخدت دبلومه واثنين وثلاثه كمان، لغايه ما بقيت افهم يعني ايه ديجيتال ماركتنج او تسويق الكتروني او الكلام ده كله. حتى ايفن في المجال الطبي، انا لو عايز اخد كورسات في مجال معين ما انا لازم اخد كورسات واخد دبلومه واثنين وماجستير واكمل في التعليم بتاعي. انما فكره اصل التعليم مش مهم، لا يا حبيبي، التعليم مهم قوي كمان. انما ابدأ مشروعك من بكرة. نسبة المشاريع في امريكا نفسها اللي هي الدنيا زبادي خلاط هناك، نسبة النجاح فيها 5%. يعني حتى كمان بالنسبة لل5% دول لما جيت ابص عليهم قالك ان في 3% منهم حاجة اسمها بريك ايفن. بريك ايفن دي معناها ان هو لا كسب ولا خسر. 2% بس اللي هم بيعدوا، والباقي كله فشل. مش معنى كلامي ان بقاش عندك طموح، لا، الراجل اللي من غير طموح ده عنده مشكلة، ماشي. بس هي الفكرة كلها ان اي مشروع عايز تعمله بجانب الوظيفة بتاعتك او تغير من وظيفة لوظيفة، لازم يبقى الموضوع محسوب يا جماعة. ما يبقاش الموضوع ما تسيبش وظيفتك عشان فيديو شفته على السوشيال ميديا، غلط. وبصراحة أنا شايف الموضوع برضو زاد بعد اللي هي البرامج اللي هي بتبقى موجودة على التلفزيون اللي هي زي شارك تانك والحاجات اللي هي الجميلة اللي بنشوفها دي. أنت شايف لجنة تحكيم ناس محترمة جدا، ناس فاهمة شغلها والكلام ده كله، بس حتى إيفن بالنسبة للبرنامج اللي أنت بتشوفه وتتوقع أن أنت خلاص أنت تبقى رجل أعمال زيهم كده، هم بيقبلوا مشروع من أصل كل كام؟
وخد بالك الناس اللي هم بيخشوا البرنامج في الاخر دول اللي دخلوا بعد الفلتره. يعني في ناس بتتفلتر بالاول وتطلع بره. طب يا سيدي انت دخلت جوه، نسبه كام واحد من دول بتقبل المشروع بتاعهم؟ وحتى كمان لو خدتوا بالكم من الاسئله بتاعت الناس دي، بيسالوا اسئله متخصصه ايه البيزنس بلان بتاعتك، انت شايف التطور بتاعك، انت ايه، انت كذا، انت دافع راس مالك كام، انت هم فاهمين شغلهم كويس قوي. فهي الفكره كلها مش معنى ان انت يعني مثلا في حد من الاخوه الزملاء كده بيطبخ كويس جدا، قال لك انا هفتح مطعم، والمطعم ده بقى هكسر بيه الدنيا، ده انا البيتزا اللي بعملها احسن 1000 مره من المطعم الفلاني. طب تمام، على عيني وعلى راسي. طب هل انت عارف المطعم ده التكلفه بتاعت انتاج البيتزا بتقف عليه كام في الاخر؟ طب هل انت عارف السبلايرز بتوعه او الموردين بتوعه عاملين ازاي؟ طب هل انت شايف النتورك بتاعته او التوزيع بتاعت المطاعم بتاعته عامله ازاي؟ طب ما انت لو دخلت في النص كده انت ممكن تخسر يا ابني. ومش معنى ان انت بتعرف تعمل حاجه كويس ان انت لو عملتها في مجال بيزنس انك هتنجح فيها. مفيش اي ضمانه لحاجه زي كده. وكلامي برضو بالنسبه لرجال الاعمال، يعني انت كرجل اعمال مثلا لما تيجي اتكلم يعني اتكلم عن بدايتك صح. يعني كان في رجل اعمال مثلا هنا، شاب صغير على فكره، كان بايع الشركه بتاعته اظن ب3 مليار دولار. يعني دي حاجه بيسموها اسمها يونيكورن او شركه ملياريه يعني لما اتطرحت في البورصه. يعني الراجل ده كان بيقول لك ايه، انا بدات لما اتخرجت من الجامعه الامريكيه وكنت ساكن في الزمالك. لا انا مش بادي من الصفر، يعني هو ما ينفعش يقول كده. اصل خد بالك برضو ان الحاجه فكره ان هو مثلا مثلا في جامعه مرموقه زي الجامعه الامريكيه او كده، في عنده علاقات، في عنده نتورك. يقول لك انا لما اشتغلت في الشركه دي اصل دي كانت الشركه بتاعت ابو واحد من اصحابي. طب ما خلاص، ما هو يا جماعه يعني العلاقات والنتورك دي وصلت له جزء كبير جدا. وهو حتى كمان بيقول لك كل ده بيبقى توفيق من ربنا. يعني هو مش بشطارته ولا اجتهاده، هو مجتهد جدا وشاطر جدا، بس هي الفكره برضو ان هو في جزء من توفيق من ربنا. يعني فكره زي قارون انما اوتيته على علم عندي، لا دي ما فيش، الكلام ده مش موجود خالص يعني. وبرضه الوظيفه مش وحشه يا جماعه. يعني فكره انت انا مش سي اي او، انا مش كو فاوندر، انا فاوندر، انا سي اف او، انا مش لازم يا ابني. ايه المشكله تبقى موظف عادي او محاسب او دكتور او مهندس؟ ده ما بيقلش منك في حاجه. فكره انك مش سي اي او لحاجه دي عامله لك مشكله. ايه مش لازم يا حبيبي يبقى في تايتل. يعني واحد من زمايلي مثلا كان شغال معانا وبتاع، فايه قرر قال لك ايه، لا انا هقدم استقاله، انا عايز المشروع الخاص بيا. فعمل المشروع الخاص بيه، فكان بيقبض معانا في المستشفى اكس من الفلوس، ماشي. لما اشتغل لوحده، اجر مقر، جاب موظفين، جاب عمال، بقى يدفع فواتير كهرباء غاز مش عارف ايه الكلام الجميل ده كله، بيتبقى له بعد الموضوع ده كله هو نفس المرتب اللي كان بياخده قبل كده. بس مع الفرق انه بدل ما كان بيشتغل 8 ساعات معانا، لا بقى يشتغل 14 و15 ساعه. طيب ودلوقتي الدنيا بالنسبه له مزمزقه، مش احسن حاجه يعني. ممكن ينجح قدام او ممكن يفشل، كل حاجه بايد ربنا. بس مش معنى كده ان هو هنا كسبان ولا هنا خسران. بالعكس، ده هو بيقول ان انا متضايق ليه، لان هو بقى ما بقاش عنده وقت لا لزوجته ولا لاولاده دلوقتي. كل حاجه في الدنيا دي لازم تتعمل بعلم. كل حاجه في الدنيا دي لازم يبقى فيها توفيق من ربنا. كل حاجه في الدنيا دي ما تتخذش القرارات المصيريه بناء على واحد من النصابين بتوع التنميه البشريه ولا بتوع الموتيفيشنال سبيكر ولا الناس اللي هو بتاع انت قويه، يو ار سترونج، شاهنده انت تقدر. والموضوع ده على فكره من زمان قوي. يعني الموضوع ده والله سبحان الله من زمان جدا. يعني كان من 20 سنه كده كان في حد الله يرحمه يعني كان يطلع يقول لك ايه، كان صوته حاد جدا، كان يقول لك ايه، يقول لك الكون ده كله اتخلق عشاني انا. اقف قدام المرايه وقول الكون ده اتخلق عشاني انا، ولو حسيت ان انت متضايق اشرب كوبايه ميه بسكر. يعني انا راجل مديون دلوقتي ب100,000 جنيه، هشرب كوبايه ميه بسكر حياتي تبقى اجمل بكتير. انا حسيت فعلا بالتغيير في ايه. الراجل ده كان في حاجه في الماركتنج، حاجه اسمها ايه، السي تي اي، الكول تو اكشن. يعني هو في الاخر خالص نتيجه الحاجه دي هو لازم هيبقى في حاجه في الاخر. ايه بقى الحاجه اللي هو كان عايزها في الاخر؟ انه يبيع الكتاب بتاعه يتباع، انه يبيع محاضرات. الناس بتوع الموتيفيشنال سبيكر او الناس المحفزين اللي هو ازاي تبقى مليونير، ازاي بيعملوا ارقام فلكيه من الموضوع ده. ازاي تبقى مليونير؟ هو مش مليونير، هو بياخد منك الفلوس عشان ازاي انت تبقى مليونير. طب انت مخيش في الحيط وهو ياخد الفلوس بتاعتك. مش اي حد يقولك اي حاجه على السوشيال ميديا تسمعه، وخليك راجل